طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. نسأل الله أنه يجعل هذه الجمعة مباركة وكل الأيام مباركة. وفي الساعة الأخيرة من يوم الجمعة الناس يعني لا ينسوا الدعاء. نسأل الله أنه يتقبل منا ومنكم. وإلحاقا يعني للحديث اللي بدأناه قلناه بعد خطبة الجمعة الناس يستمعوا له، لأنه يوم الجمعة الناس يعني يحسن أن يذكروا ربهم، ونسأل الله أنه يكشف هذه الغمة ويقبل. في نقاط بسيطة بس أنا داير أنبه لها. في الإعلام موجود كثير يقول لك المعركة بين برهان وحميتي، المعركة بين برهان وحميتي. ما في كلام زي ده. المعركة دي بين حميتي الدقلو جماعة دقلو وكذا، وبين الجيش السوداني. الكلام ده واضح، ما في أي حاجة. برهان ما الجيش ما حق برهان. يعني هسه برهان ده ماسك الضباط في القوات المسلحة دي، ماسك لهم صوت يعني؟ ما ماسكه لأنه هو أقدم زول بحقه، بأقدمته بإنتاجه كده حق الجيش، بإنتاجه أقدم زول، الأكثر خبرة، عمليات، أي حاجة، دوراته الحتمية، أقدم ضابط. الجيش ده كله بيعمل على اليمين، ما في حاجة. ها برهان كان مات أو قتل خلاص الجيش يعني حيسلم لحميتي؟ يعني مثلا نفهم الكلام ده. يعني هسه الليلة دي لو قال والله استشهد القائد البرهان بضربة ولا أي حاجة، خلاص القادة بتاعين الجيش والفرق والجيش ده كله يسلم لحميتي يعني مثلا؟ ما ده كلام ما معقول. المعركة دي بين الجيش السوداني اللي هو جيش البلد وحامي البلد والمعترف به هسه عالميا واللي بتخاطبه كل الدول، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، ترويكا، ما بعرف، كل الناس بخاطبوا الجيش السوداني لأنه هو المسؤول الآن. ما عندنا نحن حاجة اسمها هنا. أما حميتي والجمعة دقلو ديل براهم بطريقتهم، ديل عندهم ناسهم. يعني هسه الحاصل الليلة في الجنينة ده مظاهر، ما حرب قبلية يعني. ده حدث أساسي الليلة في الجنينة. اللي بيتقاتلوا منه ما هم ربي قبائل، بيتقاتلوا قبائل في الجنينة. ما عنده ولا صليح، حتى خشوم بيتهم، خشوم بيت قبيلة الرزقات ما معاه. طلعوا ويتكلموا كلهم، ما في زول معاه، لا معاه بني راشد، أولاد راشد، لا معاه أولاد العمدة مختار محمدين الدود، لا معاه ما دب طلع إبراهيم يتكلم. يعني حتى خشوم القبيلة ما معاه. عنده ناس معينين بيدفع لهم قروش شغال. الحاصل في الجنينة ده خلفية، وده معناته هو ما تجي تاني دارفور دي. القبائل دي كلها معاديها ومربي قبائل. أما الجيش السوداني ما عنده كده. الجيش السوداني بحين ما يمشي بيرفعوا له يدين ويرفعوا له القبعات وبيشيلوا ضباط وبيشيلوا عساكر فوق راسهم. فحكاية معركة بين برهان وحميتي دي أكبر نقطة مضللة بيتبعها الإعلام بتاع المتمرد. ما في كلام زي ده. وحكاية حرب عبثية وما عبثية، ما في حرب عبثية. في زول خاين كان بياكل مع الناس لحد بالليل في نفس الصحن، غدر بالناس وغدر بهم، الصباح هاجمهم ختاهم. ما في حاجة اسمها حرب عبثية. حرب عبثية شنو؟ زول خاين. ما في حاجة والله، ما عندنا لا شيء. الناس ترجع لخطاب السيد القائد البرهان حق أول يوم بعد ساعة من الضربة، لما سألته قالت له والحرب، قال لا الحرب ما مجبورين عليها، ما دايرينها يعني، لكن فرضت علينا حيحصل حاجة حتكون عبرة، حيجعل عبرة من الكلام ده، لأنه الجيش السوداني حيجعل الناس دي العبرة يعني، عشان ما في زول يوم القيامة يخون ناس انت بتاكل معاهم وتشرب معاهم تخون انت تقول لي حرب عباسية اعمل ليش؟ والله ما عندنا لا اي حاجة. يخد سلاحه زي ما قال القائد اول يوم، تطلع برا الخرطوم وتخد سلاحك وتسلم وتجي تتحاكم محكمة ميدان كبرى هنا. ده ما في اي حاجة، والله ما في اي حاجة، ما عندنا لا اي حاجة. تاخد سلاحك، ما تخدت سلاحك ترجع راجي بعد لبنة تنضيها الطير. ما في كلام فارغ زي ده. الحاجة الثانية ان احنا دارين نتكلم عنها. طبعا الجيش كان في حملة بتاع التشويه منظمة خلال السنوات الفاتت دي، الناس عارفينها. معليش ما عندنا جيش والجيش ما عارف فعل والجيش ما فعل. الحملة بتاعت التشويه الناس عارفينها ضد القوات المسلحة، لأنه العدو اللي كان شغال معاه والزول ده وهسه فات خلاه وركب الطيارات ومشى، عارف انه المؤسسة دي لو قاعدة هو ما بيقدر ينفذ مخططه. عشان كده تشتغل شغل طويل إعلامي قوي في التشويه والطعن في القوات المسلحة ومحاولة شخصنتها في أفراد وفي كده. أبدا ما في كلام زي ده. أي زول قاعد في القوات المسلحة دي قاعد بحقه،
واي عسكري واي ضابط عارف الكلام ده، وبنحييه ونموت قدامهم، نموت قدامهم، لانه ده قادتنا اللي علمونا الشغل. ده الجيش شغال كده ديسيبلين، ما حق انسان. فالحمله بتاعت التشويه دي لسه مستمره، وده اي زول بيتكلم في الجيش متمرد، ما في اي كلام، ما عندنا والله غبشه في الموضوع ده نهائي. ده متمرد وحيحاكم بالتمرد هو ذاته، حتى في القانون المدني حيحاكم بالتمرد، لان انت واقف مع متمرد. فما في تسويه في الكلام ده. الشيء داير اقول له انه الحمد لله الحرب دي وحدت كل الشعب السوداني خلف قواته المسلحه في جميع انحاء السودان، في الشرق، في الشمال، في الجنوب، في الغرب. الناس دي نست اي حاجه وبقت واقفه صف واحد ضد الجيش، ونسوا قبليتهم وننسوا عنصريتهم، ودي اجمل حاجه في الموضوع ده. والناس ان شاء الله لما نطلع من الموضوع ده تاني ما دايرين اي خطاب عنصري، ولا دايرين خطاب بقبيله، ولا دايرين اي حاجه. قبيله دي نسب بس لمعرف تعرفوا تصلوا به ارحامكم، بس الناس يعرفوا بعض، لكن تاني ما في وحده حقيقيه نمرق من المعركه دي. انا سوداني بس، انتهينا، انا سوداني مسلم، انتهى الموضوع، ما في اي حاجه تاني. فالمساله بتاعت العنصريه دي الحمد لله من فوائد هذه المعركه، معركه الكرامه، انها يعني صوت الكراهيه اللي كان بين القبلي اللي كان ماشي، والعنصريه اللي كانت ماشيه، والقبليه اللي كانت ماشيه، دي كلها الحمد لله انتهت، والناس اتحدت خلف القوات المسلحه اتحاد كامل. محين ما نمشي الجيش ده الناس فوق راس الناس، فده كله توفيق الهي. طبعا الناس شايفين الجاليات قاعده تخلي في ناس سفن كامله بتجي، طائرات بتنزل بتجي فاضيه عشان تشيل ناس. يعني ده ما الله هدانا اللي بيقولوا في ازمه انسانيه وفي دواء ما في وفي بتاع، ما هدانا. السفينه دي تجي شايله تشوين وامدادات ودواء وتبرع للشعب السوداني، ولا الطياره دي تجي مليانه تخد ادويه وتخد حاجات. نحن ما شاحدين زول، لكن داير اوريك فهمهم ما عندهم اي شيء مشاعر تجاهك، بس داير يشيل زول ويمشي، ما قدم اي حاجه يا اخي. طيب زولتك كمان كان قاعد هنا مكرمينه ومعززينه وعايش في احسن حاله ودينه وضعه، انت هسه من تشيله ساي تحجي بيها حاجه يقول شكرا. يعني دي ما شاهده، لكن داير اوريك الشعوب الثانيه بتتعامل كيف، والشعب السوداني قاعد يتعامل مع الناس كيف، وبيكرمهم كيف، وبضيمهم كيف يعني. فانا داير اخلي باقي الدقائق دي الساعه الاخيره من اليوم ده الناس تمشي تدعو، لكن الحمد لله بعدين الزول ده يطلب الهدنه ويوسط الناس، الجيش يطلع يقبل الهدنه. اول حاجه يبدا يعني الليله قوات هاجمت قوه مرتكزه في معسكر جبل اولياء اللي هو بعيد جدا معسكر الدفاع الجوي بتاع جبل اولياء الحارس الخزان ده. يكونوا خرقوا الهدنه ناس الجيش كيف؟ عربات اتقامت اتحركت عديل كده، ده مسلحه من الدعم السريع. هاي القتال ده امام بوابه الدفاع الجوي، ويجي يقول لك هدنه، ويجي يقول لك الجيش خرق الهدنه قدامك انت. الكلام ده اللي اتحرك ومشى عشرات الكيلومترات وجاب قوه وهاجم الناس في محلهم، يكون كيف يعني الجيش خرق الهدنه؟ هو داير الهدنه عشان يباغت الناس ويقدر بهم، لانه ده شيمته الغدر، شيمته الغدر، غدر بالناس، غدر بجيرانه، ضباط الساكنين معاه جيرانه بياكلوا معاه سنين غدر بهم، خش بيوتهم روعهم وقال اسرتهم. يعني ما انت زول بيغدر، زول بياكل مع الناس في صحن واحد في المواقع دي كلها صباح. قلت لك البندقيه يجي يقول لك هدنه، الجيش ما رفض الهدنه، لكن ديل بيهجموا الجيش في مواقعه، وعشان كده ربنا اخزاهم. الليله معركه الجبل الصباح دي الحمد لله هاجموها، الجيش حارق له فيها 9 عربات واستلموا عربتين حيات، وقدروا ما يهجموا ربنا بيخزيهم. مش لانه جنودنا اصلا محترفين ومهنيين وعقيدتهم سابها القتاليه والعسكريه واضحه، لانه خاين وغادر. الله ما ممكن يقف مع الباطل، الله اسمه الحق، ما ممكن يقف مع الغدر والخيانه. انت رفعت امنت الناس وقلت هدنه، تيجي تغدر بالناس؟ يعني ما معقول. يعني انا الحمد لله انه العالم شايف لايف خيانه الناس دي، شايف لايف الغدر بتاعهم. والحمد لله والله يكلمك الخطه اللي خطتها القوات المسلحه باحترافيه عاليه، مدرسه هسه تتعلم منها جيوش، والله العظيم كبار المدارس العسكريه في وطننا العربي، في افريقيا، في الشرق الاوسط، في اوروبا وفي امريكا وفي الصين وفي روسيا، مستغربين كيف انه الجيش ده كل يوم ماشي لقدام بحقق خسائر في العدو بدون ما يحقق اي خسائر في البنيه التحتيه بتاعت الدوله، بدون ما يحقق اي خسائر في المواطنين.
بدون نهاية. دي منتهى الاحترافية، والناس يقول لك انت متأخر وطيب لبتين. لبتين شنو؟ ما ده شغل ماشي. لما ربنا يقول لك هم بيكون. نحن كل يوم ماشيين لقدامه بنحقق انتصارات وبنحقق كده، وهو كل يوم ماشي خسران وبيبيض عربات. اي عربية بتتحرق هو ما حيقدر يعوضها. يعني هسه الليله الهجمبين الصباح الحرقوين اللي 9 ديل والاثنين ال11 ديل حيجيبهم من وين؟ ال50 وال60 عربيه وال70 عربيه اللي اتحرقوا امبارح في شرق النيل حيجيبهم من وين؟ هو تاني هو كل يوم بينقص. اي خساره في قواته بتنقصه. انسان قاعد الان بدون اي معسكر، بدون اي امداد، حايم في القرى، حايم وسط المواطنين، ما عنده اي قياده، ما عنده اي سيطره. تنفذ ذخيرته ما بيقدر يعوضها، جرحاه ما بيقدر يخليهم، يعني القتلى بتاعينه ما قادر يسترهم. يعني ده الكسبان منه. وما بتصلوا والله طلقه من خارج السودان دي. وبشركم والله الليله الجو لابسين ملكي وانسحبوا من جنب القصر هنا ومن السوق العربي ومرقوا بالعربات الخاصه جلاليب، مرقوا بهنا بكوبري الفتحاب. اعداد مهوله، ناس دارين يمشوا خلاص، من هو خلاص امشوا. وبيقوا ينزلوا اي سيت بوكس بينزلوه يركبوا بيه عشان يمرقوا بيه، واي لاند كروزر في اكس ار ولا كده ولا هناي بينزلوه يمرقوا بيه، ودارين يمرقوا خلاص مارقين الناس دي حقيقه. شاهدوها المواطنين، والبنزين بيقطع بيفوتوا خلوا البوكس في الشارع، دارين يمشوا خلاص، دارين يخرجوا. والقائد العام العفو قالوا مين؟ قال التيت. نحن ما عندنا حاجه مع العسكري ده. خد سلاحك ولا تلبس ملكي ذاته بالكاكي، تعال سايم يدلدل يديك. دار تقعد في الجيش بيندخلك، دار تمشي امشي. كل يوم بينسحبوا منه وبيسلموا بالالاف، ولا عسكري واحد ما سلم، ولا ضابط واحد ما سلم، ولا عسكري واحد ولا ضابط واحد ما قلع الكاكي بتاعه. عرفت الكلام ده؟ فالناس اي ضابط ولا عسكري ما بلغ، حتى متمرد زي المتمرد الطالع ده وقايد قوه هجم بها اخوانه كانوا قاعد معاهم في المعسكر ده. ها انت عشان عارف الدري ما وصلت ما كسبت شنو في النهايه؟ حتموت والله يا الله يقتلك، لانه خاين. فالقاعد لا سمع الدام السريع ده متمرد بالقانون الما بلغ ده بطريقته، معلومه خلاص هو زول عنده ثمن يسوي له شنو؟ عنده بيشتروا له قروش. نحن نعمل له شنو؟ ربنا يدينا ويديكم الصحه والعافيه. انا وبشركم والله الخطه بتاعت القوات المسلحه ماشيه تمام جدا جدا، ويقيننا من نصر الله كثير جدا، ولا بنتكل على سلاحنا ولا على عتادنا ولا على قوتنا. والفكره بتاعت تضيق عليه من الخارج لحد ما تجيبه في النص. القاعدين في نص الحله ديل براهم ياخذوا سلاحهم ويمشوا، والله يلاقوا البحر ده. انا لكن ما ممكن اصل وسط الخرطوم ولا وسط بحري وظهري مكشوف في قوات وراي. انا لازم انظف كل القوى الوراي دي في اطراف الخرطوم واضمن انها اهلكتها تماما. والكلام ده انا قلت لكم حصل بنسبه 90%، واجي داخل للنص. لما نجي داخل للنص ده واللي يشوف له محل يمشي تاني احسن ليه، ونخدوا سلاح هسه يمشوا زول بيسالوا ما في والله. وربنا يدينا ويديكم الصحه والعافيه، وان شاء الله نلتقي في اخر ضوء بكره كان الله حيانا ومد ايامنا. الساعه الاخيره ادعو الدعاء الجمعه ربنا يكشف هذه الغمه ويخزي هذا العدو، يخزيه انه على كل شيء قدير، في ثانيه بيكون. ربنا يديكم الصحه والعافيه. طبعا الناس كل مره بقول لي البوريه والقلبه والهنان، قلت لكم دي الكاميرا الاماميه بتاعت السيلفي بتقلب الصوره، عرفتها؟ لكن انا ده لو غيرت الكاميرا الخلفيه حتشوفوا الصوره الحقيقيه. دي الكاميرا الخلفيه. يعني انا زول خدمتي 27 سنه ما بعرف انا البس كاكي؟ ما ممكن كل مره الناس يتكلموا الكلام ده. فدي الكاميرا وده السيلفي، وربنا يدينا ويديكم العافيه. السلام عليكم ورحمه الله.